السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما تيجي تطلق مراتك ما تعملش ناصح ومنك لنفسك كده تروح تبعت لها النفقة في البريد، لان مهما هتبعت هي هتستقبل وهتستلم وهتصرف، وده كله مش محسوب. يعني ايه مش محسوب؟ يعني ممكن ترفع عليك قضية نفقة برغم ان انت بتبعت لها عن طريق البريد وتطالبك بنفقة اكتر من اللي انت بتبعتها. طب واللي انا ببعته في البريد ده، اللي انت بتبعته في البريد ده حبي كده بينك وبينها او علشان تشيل حاجة من على دماغك، انما النفقة يجوز للأم الحاضن إن هي ترفع قضية نفقة ليها ولولادها، أو للزوجة لو كانت على عصمته برضو إنها ترفع نفقة زوجية ليها لو العلاقة قائمة، العلاقة الزوجية قائمة، ولولادها كمان لأنهم المفروض إن أبوهم هو اللي يصرف عليهم. يعني أنا كل اللي أنا بعته في البريد ده مش معترف بيه، كل اللي انت بعته في البريد ده كله بعد الطلاق هي هترفع قضية نفقة وللمحكمة هتحكم بيه، هتلزمك بيه. فما تعملش فيها ناصح وتبعت منك لنفسك كده بدون أحكام، لأن الحكم بيطلع بيه صيغة تنفيذية وبيتحجز على مرتبك بيه، سواء انت بتشتغل أو بتبقى ملزم بيه حتى لو انت مش بتشتغل، لأن العيال المفروض أبوهم اللي بيصرف عليهم. تمام. وبدليل كبير ان لما الاب ما بيلتزمش بالحكم النفقه بيصدر ضده قرار حبس، لان هو ملزم بيه. هل لما بيقولوا ان انت ما بعتش في البريد هتتحبس، ولا ان بيصدر قرار محكمه فبالتالي بيبقى ملزم الاب ان هو ينفذه بالمبلغ اللي المحكمه حكمت بيه؟ فما تعملش فيها ابو العريف وتبعت منك لنفسك البريد قال هو ده الاثبات وانا معايا حواله بريديه تثبت ان انا كنت ببعت لها. لا، ما تبعتش خالص عن طريق البريد حاجة. هي كده كده بنت الناس هترفع عليك النفقة، وبالتالي من هنا هتبقى انت ملزم بالمبلغ اللي المحكمة حددته، سواء انت استأنفت هي استأنفت، ايا كان. حتى لو حكم نهائي اللي المحكمة امرت بيه هو ده اللي انت ملزم بيه كل شهر. فالنصيحة دي لكل الأزواج اللي طلقوا وبيحاولوا يتفزلكوا منهم لنفسهم ويجتهدوا ويبعتوا عن طريق البريد بدون حكم نفقة صادر. خلي بالك من دي. اللهم اني بلغت، اللهم فشهد. السلام عليكم.